صارت الهضره على لو كا دو ابراهيم دياز. انا اعرف منتخب اسبانيا منذ نشأتي، كاين شي لاعب سميتو ابراهيم؟ انا ماشي خاصو يفكر باسكو ما كانش فين تفكر ولا بغيتي تجي للمغرب. ان ابراهيم دياز اختار تمثيل. هل اخترت مع من ستلعب؟ دياز ميسي. مسلسل دياز هو مسلسل بطله على مشارف الاعتزال، بينما نهايته لا زالت ملخومة. هكذا هو الحال مع إبراهيم، لا هو بقميص الأسود ولا هو بقميص لاروخة، وفي كل مرة سئل كان جوابه دبلوماسيا. العربي يعرفك جيدا والمغرب لديهم حب كبير تجاهك. هل اخترت مع من ستلعب؟ أنا ممتن جدا لهم ولهذا الحب وكل من يتحدث عني، وهذا فقط ما يمكن أن أقول. أنا ممتن جدا له، ولكن أنا ممتن. هو طبعا يرد بالشكر لجميع المغاربة الذين يحبونه، لكنه لم يجب إن كان قد اختار لحد الآن اللعب مع منتخب المغرب. وفي كل مرة تألق أو تم تجاهله من مدرب لاروخة، اشتعلت حرب دياز من جديد بين المغرب وإسبانيا بعدما كانت في حالة هدنة. في إسبانيا كلما ظهرت موهبة تحمل اسما عربيا إلا ونسبت وصولها للمغرب، بدءا من منير الحدادي وأشرف حكيمي، مرورا إلى إلياس خماش وعبد الصمد الزازوري، شادي رياض وعبقار وآخرون، وصولا إلى إبراهيم عبد القادر دياز. وكل اسم من هؤلاء كان عنوانا لملف صراع رياضي بين الاتحادية الإسبانية والجامعة الملكية لكرة القدم، وأغلبها حدد مصيره في سنة أو سنتين كأقصى تقدير. لكن الأمر مع دياز كان مختلفا، فهو أشبه بفيلم، وكل موسم تصدر نسخة جديدة منه. فمن هو عبد القادر دياز؟ وأين ولد وكيف ترعرع؟ ولماذا قصف فوزي لقجع الصحف الإسبانية؟ وما دار بينه وبين وليد الركراكي في إيطاليا بميلانو وفي إسبانيا بمدريد؟ وما موقف والديه من تمثيل المغرب؟ ولماذا سيحط رحاله هذا الشهر في مراكش؟ كل هذه الأمور وغيرها سنتطرق لها في هذا الشريط، فلا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا وثمرة لمجهودنا. والكثيرون يتمنون ذلك، أن يعود هذا الرجل الكبير، لكن انطلاقة هذه الصورة الله ميسي، الله دياز ميسي. ولد إبراهيم عبد القادر دياز في مدينة مالاغا الإسبانية سنة 1990 لأم إسبانية تدعى باتريشيا ولأب مغربي يدعى سيفيل عبد القادر مهند، وهو بائع سمك بسيط هناك. هو الآخر ولد في مالاغا بعدما غادر والده مدينة مليليا المحتلة متجها نحو مالاغا جنوب إسبانيا. كما يعتبر إبراهيم الأخ الأكبر لأربع أخوات، زيرا وإديرا ودنيا وإيرينا. بدأ مسيرته الكروية في مسقط رأسه، وكانت موهبته تسر الناظرين، وكل من رأى إبراهيم تنبأ له بمستقبل ظاهر. لقد كانوا ينادونه بميسي مالاغا. وعندما وصل إلى سن 16 من عمره جذب أنظار كشاف كبار قارة العجوز، لكنه في الأخير خطفه نادي مانشستر سيتي لينتقل صيف سنة 2015 إلى الأزرق السماوي. ما هي إلا مباريات معدودة رفقة فتيان السيتي
وها هو غوارديولا يلح على تصعيده إلى الفريق الأول نظرا لما قدمه رفقة أقرانه. فكانت مباراة سوانزي سيتي أولى مبارياته رفقة سيتي غوارديولا، قدم فيه عبد القادر أداء رائعا، لكن سرعان ما عاد إلى فئة الفتيان. وفي الموسم الثاني عاد من جديد للفريق الأول، حيث شارك في 11 مباراة تأرجحت ما بين الرسمية والاحتياط، لذلك لم يزر شباك خصومه ما عدا هدفه في مرمى ريال مدريد ضمن الكأس الدولية للأبطال. A special talent and a special goal for the youngster against Real Madrid, and Manchester City lead 4-0. وفي الموسم الثالث شارك في 4 مباريات سجل فيها هدفين، الشيء الذي فرض عليه أن يغير المكان، فعاد إبراهيم إلى إسبانيا مجددا، ليس في ملاقا بل هناك في النادي الملكي الذي اقتنص فرصة التعاقد معه. إبراهيم شارك في أول مباراتين رفقة الميرينغي رسميا، وبعدها لزم الدكة طويلا، ولم يشارك سوى في 11 مباراة سجل فيها هدفا يتيما. وفي الموسم الثاني شارك في 10 مباريات فقط وسجل هدفا وحيدا، وكأنه نسخة طبق الأصل للموسم السابق، وتحت شعار ليس العيب أن تخطأ وإنما العيب أن تكرر الخطأ. إبراهيم أدرك جيدا أن تواجد أسماء كتوني كروس ولوكا مودريتش وإيسكو تجعل من الرسمية أمرا مستحيلا، فغادر معارا إلى ميلان في عام كورونا باحثا عن دقائق أكبر، عن مكان ينصر فيه سحره، فكانت إيطاليا جنة كرة القدم، مكانا يقدم فيه ألذ الطباق. في موسمه الأول رفقة البيك ميلان سجل 4 أهداف ومنح 3 تمريرات حاسمة في دوري يفتقد للنجاعة الهجومية، ناهيك عن 3 أهداف قاريا في الدوري الأوروبي، حصيلة فرضت على مسؤولي ميلان أن يلحوا على إدارة الريال بأن تمدد الإعارة إلى موسمين إضافيين مع خيار الشراء. مطلب قبل من فلورنتينو بيريز بالإيجاب. إبراهيم كان عند حسن ظن الميلانيين، حيث قدم في ذلك الموسم واحدا من أفضل مواسمه على الإطلاق، حيث ساهم بقسط وافر بالفوز بالدوري الإيطالي الذي غاب عن خزينة ميلان لسنوات عجاف، ليصبح إبراهيم من القلائل الذين توجوا ب3 دوريات مختلفة من الدوريات ال5 الكبرى. وفي الموسم الماضي والثالث له مع ميلان قادهم إبراهيم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 18 سنة، حيث كان حاسما في المربع الذهبي مسجلا هدف الفوز على توتنهام. كراكي بإبراهيم دياز تابع تحركاته أمام توتنهام وكان شاهدا على ذلك الهدف يوم 7 من فبراير من العام الماضي وفي الدقيقة 7 من المباراة. بعدها خرجت الصحف الإسبانية تتهم الجامعة الملكية لكرة القدم بالسرقة وخطف المواهب الإسبانية، ماركا وآس وديل موندو ديبورتيفو، وكل صحف إسبانيا كانت تبرز عناوينها: المغرب بعدما سرق الزازولي، ها هم يريدون خطف إبراهيم، الشيء الذي فرض على فوزي لقجة أن يخرج ويرد على اتهامات الإسبان. أولا على عكس ما تتداولوا بعض الصحافة الإسبانية ولا العالمية من أخبار
أقل ما يمكن أن نصفها بأنها رديئة، على أن المغرب يحاول ويفعل إلى غير ذلك. أنا أتحدى أي لاعب مغربي أن المغرب مارس عليه ضغوطات أو مارس عليه مساومات بشكل أو بآخر. أنا أعرف منتخب إسبانيا منذ نشأته. كاين شي لاعب سميتو إبراهيم؟ أنا على علمي لا مازال جيد. هذا لاعب، هذا مغربي كيلعب في أوروبا، عنده الجنسية المغربية والجنسية. أنا أؤكد لك بأن عندنا لاعبين اللي عندهم 3 أو 4 جنسيات. ريشاردسون اللي كيلعب الآن في الفريق الوطني، أبو أمريكا عنده الجنسية الأمريكية والأم مغربية وهو عاش في فرنسا وازداد هناك، عنده 4 جنسيات. تنقولوا الفريق اللاعبين للمغاربة والذين هم مغاربة أينما وجدوا. الباب الفريق الوطني فيها عامل واحد يتحكم، هو أن تكون أولا مقتنعا بالدفاع عن اللغة الوطنية 120%، ماشي 100%، 120%. وثانيا أن يكون لك المستوى الذي يجعل المدرب اللي سميته وليد الركراكي أنه يختارك ضمن القائمة. ما عدا هذين المعيارين لا مكان لا لفلان ولا لفرتلان. حرب دياز لم تتوقف هنا، بل اندلعت إلى أن وصلت إلى وليد الركراكي ولويس دي لافوينتي، حيث تم إدراج اسم إبراهيم دياز في اللائحة الموسعة للناخبين معا. فظن البعض أن لا نار بدون دخان، وأن سفر الركراكي أسفر على نتائج إيجابية، ليتبين فيما بعد أن الركراكي عاد بخفي حني، وهذا ما زكاه الركراكي بعد الفوز على البرازيل. أول حاجة على برايم باسكو سي فري كو طرات الهضرة على لو كا دو برايم دياز سورتو في لي ريزو سوسيو. شفتو حنا اون جامي كومونيكي سور لو كا دو برايم دياز من الاول. كتعرفوني شي اونيت، سي فري كو جي فواياجي ا ميلان pour le rencontrer, pour avoir une discussion honnête avec lui, et il a été très honnête. C'est un joueur qui a la double nationalité, qui peut jouer pour l'Espagne ou pour le Maroc. On a une discussion sincère. Il se doit de faire un choix. Nous on n'est pas dans la négociation et je serai jamais dans la négociation. اللي قلتها من الأول غنبقى فيها. اللي باغي يجي المنتخب مرحبا. وأكده مرة أخرى في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة البيرو هناك في الأراضي الإسبانية. إبراهيم جلسنا معاه قلتها مرة أخرى، اليوم حنا مكونسونطري على البرازيل وعلى الماتش ديال البيرو، وفوالا بحال اللي قلنا كان ماشي خصو يفكر، باسكو ما كانش فين تفكر ولا بغيتي تجي المغرب. ولا شي نهار شفتي ابراهيم معنا صافي غادي يقول ابراهيم باغي يجي المغرب وغيتقاتل معنا، ولا ما شفتيش صافي اما انا ما باغيش اما هو ما باغيش. إبراهيم أكمل موسمه مع ميلان في أبهى حلة، حيث سجل محليا 6 أهداف ومنح 7 تمريرات حاسمة. رغم ذلك ميلان لم يفعل خيار الشراء لأسباب مادية لا فنية ليعود إبراهيم إلى البيت الأبيض. وأمام تهميش لويس دي لافوينتي وقبله لويس إنريكي والصعوبة التي وجدها دياز في كسب الرسمية في كتيبة كارلو أنشيلوتي وتمام المغرب بملف دياز، بدأت كل المؤشرات تصب على أن دياز سيمثل بلد أجداده لا بلد الإقامة، الشيء الذي أكدته صحيفة ماركا حين عنونت إبراهيم دياز قريب من المغرب. كان الخبر قد نزل في صحيفتي ماركا وآس، والخبر يعلن أن إبراهيم دياز اختار تمثيل المنتخب المغربي ورفض الاستمرار مع المنتخب الإسباني. وهذا ما أكده لويس دي لافوينتي. Si alguien considera que en otro lugar va a estar más cómodo, va a ser más feliz, va a poder desarrollarse mejor profesionalmente, etcétera, etcétera, pues oye, desearle lo mejor y con todo el respeto, pero no es el caso, yo sepa, Brahim. وبعدها بدأ دياز يقدم أداء رائعا رفقة الرياض، وكلما دخل كلاعب طوارئ إلا وأحدث طوارئا في الميدان، الشيء الذي جعل الصحف الإسبانية
أن تضغط على لويس دي لافوينتي من أجل استدعائه ضمن التوقف الدولي لشهر مارس المقبل. عموما مسلسل دياز في مراحله الأخيرة، وفي نظرك عزيزي المشاهد هل سيكون مغربيا أم سيكون إسبانيا؟